أهلا بيكم في ترافل كودز بودكاست، أول بودكاست في عالمنا العربي بيتكلم عن السفر. أنا مروة علي وهكون معاكم في كل بودكاست. البودكاست بتاعنا بيجاوب على كل أسئلتك عن السفر، بيعيشك في سفرية وانت قاعد مكانك، بيساعدك تاخد قرار هتروح فين وبالطريقة المناسبة ليك. خليك معانا هتلاقي كل اللي بتدور عليه. This is the final call for all remaining passengers proceeding immediately to boarding in gate 148. اهلا بيكم في ترافل كودز بودكاست، حلقه جديده من سيزون 6 اللي هو كله اون فاير. كل الحلقات المره دي جديده، موضوعات جديده، الموضوعات اللي كلكم نفسكم تسمعوا عنها. النهارده معايا موضوع الساعه، وكل ساعه يعني بيجي عليه اكبر عدد من الاسئله طول الوقت. قلت احنا لازم نجيب الخبير الكبير بتاع القصه. ايه هو الموضوع اللي اكيد كلكم عرفتوا ممكن يكون ايه؟ هو السفر التطوعي. ولما نتكلم عن السفر التطوعي اول جمله بتيجي في دماغنا ايه ده؟ هاف دريم. هم دول الناس اللي اسمهم دايما مرتبط بالسفر التطوعي. النهارده انا معايا محمود. هاف دريم هي تعتبر المؤسسه الاشهر في مصر، مش عايزه اقول الوحيده، يمكن في حد بينافسهم عشان ما ابقاش غلط، اللي بيطلعوا الناس سفر تطوعي في كل مكان. تجاربهم لا حصر لها، الريفيوز عليهم طبعا مش محتاجه اتكلم عنها. الناس كلها بتبقى فيري انترستد انها تسمع الانسايتس بتاعتهم وقصصهم وتعرف اكتر عن السفر التطوعي من اصحاب اكبر تجربه في مصر للسفر التطوعي، هاف دريم. شكرا جدا يا محمود ان انت معايا النهارده. ربنا يخليك، انا اسعد والله. يعني انا اصلا متابع البودكاست، والله انا بحرك لان هي الفكره البودكاست دلوقتي بقت فيها حاجه جميله. انت في المواصلات في اي حته عايز بقى تسمع اغاني يعني طول الوقت، ففكره ان في حاجه كده ممكن تسمعها وتديك معلومه وتفيدك وانت بتتحرك في الوقت اللي هو ميت كده ميت بالظبط بالنسبه لك، فدي حاجه عظيمه حقيقة. لا ومش اي معلومه، احنا خلي بالك معلومات في السفر اللي كنا بنحبه طبعا، ومعلومات من العظماء. احنا بنجيب دايما من ايه؟ من اعلى حته في السقف بجد. يعني شكرا ليك كمان ان انت معايا النهارده يا محمود. تاني حاجه ان انت عملت لنا هاف اصلا يعني. الله يخليك. طب اكيد في ناس مش عارفه قوي يعني ايه هاف دريم وانتوا بتعملوا ايه، فعايزين نبتدي نشرح لهم بقى واحده واحده. طيب انا اتخرجت سنه 2010 من الجامعه. من 2007 وانا بتطوع جوه مصر في حاجات كتير بقى، في اي تطوع ليه علاقه بالخير، ادمان، تبرعات، يعني تطوعت في حاجات كتير جدا من 2007 ولحد ما وصلت ان انا بقيت ماسك تيمز، وبقيت ماسك كان في حتى بروجكت كبير كان مع فودافون في 2011 بتاع محو الأمية، وكنت ماسك مسؤول عن القاهره، وكنت مسؤول عن 1000 متطوع في القاهره. انا بدير الكامبين في الحته دي. بعد كده كان عندي انا في الوقت ده كان عندي مكتب دعايه واعلان، وكنت عايز اروح الصين. انت عارفه الدعايه واعلان كل شغلنا احنا بنروح نجيبه من العتبه، فاللي هي اصلا كله جايبينه من الصين اساسا. ايه بنفكر بقى اللي هو طب ما نروح بقى ايه نجيب احنا الحاجه من الصين نعرف نكسب اكتر وعارفه فلوس بقى اكيد الرزق او الجوده. الكلام ده كان في 2013. بعد ما قلت الفكره دي لشركتي ان احنا عايزين نروح الصين ونجيب حاجات مش عارف ايه، والله العظيم بعدها بيومين ثلاثه كده لقيت واحد صاحبي بيكلمني بيقول لي في بروجرام تطوعي في الصين وعايزين متطوعين يدرسوا انجليش للاطفال هناك. انا ايه عارفه لو حسيت انها اشاره وريك ذا باور اوف ذا مايند، وبيفكر في حاجه تجيله على طول. وانا عمري ما سافرت قبل كده اصلا، ولا عمري يعني ولا حتى صاحبي ده كان يعني احنا مش من الناس بقى اللي هي بتسافر وبتاع، احنا عمرنا سافرنا بره اصلا. يعني انت كنت سافرت قبل خالص. اوكي. ساعتها حتى قلت له بس يا احمد انا الانجليش بتاعي يعني ايه مش هيسعفني قوي لدرجه ان انا اعلم اطفال. يعني الانجليش الاكسنت ساعتها عندي كانت فيها مشاكل كتير يعني. فقال لي بص هو قد ما واضح ان هم عايزين ناس قوي وهم مش بيهتموا ان انت تكون بروفيشنال، يعني هو المهم ان انت بس تخليهم يبراكتس انجليش. فقلت له ماشي يعني خليني اقدم واشوف. فقدمت الابلكيشن، عملوا معايا الانترفيو. بعد بالظبط ربع ساعه من الانترفيو بعتوا لي الاكسبتنس وقالوا لي يلا يعني يا ريت تلحق، لان احنا كان خلاص بقى كان قادر على الكامب حوالي اسبوعين. اوكي حوالي اسبوعين 10 ايام. قالوا لي يلا عشان تلحق بس تقدم والفيزا، وبعتوا لي الانفيتيشن ليتر ومش عارف ايه. قلت خلاص انا هروح الصين الكامب ده كده يعني عشان ايه ادي رحت الكامب يعني والاساس ان انا رايح عشان اشوف بقى اجيب بضاعه واجيب حاجات ومش عارف. طب انا عايزه اقف بس في حته صغيره قبل ما نكمل. فكره ان حد بيخش في بروجرام انترناشونال في تطوع او كده، فكره ان انت عندك هيستوري، عندك اصلا حاجات كنت بتعملها قبل كده، يعني هو لما قدم بقت فرصتك اكبر. صح. وكان يعني كانت الاسئله بتاعت الانترفيو بالنسبه لي كلها اسئله سهله جدا، يعني ما كانش موضوع بالنسبه لي ان انا فاهم تطوع وفاهم ازاي بقى فلكسبيليتي وازاي يعني فاهم ايه المواقف. وبرده ايه في مشكله في الانترفيوز عموما عند الناس
ان انت فاكر انت لازم كل حاجه تقول ايوه انا تمام لا هو عايز، هو بيحط لك مواقف عشان، وهو احيانا بيحط لك مواقف هو عارف ان انت لازم تقول لا فيها عشان هو عايز يسمع لا، عشان يعرف انت الفلكسبيليتي بتاعتك. ففكره برضو ان انت انا مرن تماما، انا ممكن اقعد في اي حاجه، انا لو قعدتني تحت بير السلم لا، لازم تقول مش اي حاجه اللي هتوصلك. بالظبط. انت لازم امتى تعرف تقول وامتى تقول لا، ايه الحاجه اللي المفروض تقبلها. يعني مثلا الاكل، مثلا كانوا بيقولوا لي انت الاكل، قلت لهم اهم حاجه ان الاكل ما يبقاش فيه بورك، حلال ومش عارف ايه، او يكون فيجيتيريان، فتمام. فهم عايزين يسمعوا ده، مش عايزين يسمعوا ان انا لا اي حاجه حاجه انت رايح الصين اصلا ده يعني كان ساعتها برضه الموضوع. ايوه طبعا. بس انا بتكلم في فكره بس ان قبولك في بروجرام مش بس صدفه، هو مش صدفه، هو ده نتيجه عمل مدد قبل كده. ده بقى رايك انت، لكن انا خايف اقول كده عشان ما اغرش. لا، عشان في ناس بتبقى فاكره انها اول ما هتقدم على اي بروجرام تطوعي او في فرصه انه يسافر هيتقبل، لان كل الناس بتيجي في البودكاست قالت ان لا اتس نوت لايك ذس. يعني في ناس كتير قوي بتقدم في العالم كله. لا طبعا، لان هو في الاخر اي حاجه في الدنيا فيها اكسبتنس يعني وريجكشن، يعني عادي ممكن تتقبل وممكن تترفض، ولان في عدد من الناس بالظبط من الناس بالظبط في ناس بتنافسك. بس الفيديوهات بقى والبوست اللي بتنزل بتدي احساس للناس ان في فرصه تطوع، اجري هتاخدها على. بس هو ده لا يغني برضه يا مروه ان الناس تسعى. يعني طبعا. او انت بص، حتى يعني انا هقول لك على حاجات كتير بعد كده. يعني انا اصلا واحده من الحاجات اللي خلتني بعد كده اسس هاف دريم ان انا واحد من الناس خدت ريجكشن في حياتي، والله لا يعني مش عارف اجيب العدد. يا خراسيات. في كامب في سويسرا انا بقدم عليه من سنه 2009 مثلا، قدمت عليه 5-6 مرات وكل مره اترفض. كان واحد صاحبي راحوا بيحكي لي عنه، واو كامب حاجه في سويسرا كده عظيمه يعني، مشهور جدا يعني. فضلت اقدم اترفض لحد ما بقى بطلوا ياخدوا ناس من الجديده. بيعملوا ايه؟ بياخدوا من الالومنايز بس، الناس اللي سافرت قبل كده، فبقى ايه مطلوبش لحد النهارده مش عارف. الكلام ده ما حدش بيقوله لحد. الناس كلها بتقول انا رحت قدمت ونجحت، ما حدش بيتكلم على الحته بتاعت كام مره اترفضت قبل ما انجح، عملت ايه اصلا عشان عندي. يا لهوي. وبعدين مثلا برضو قبلها بسنه انا فاكر كان في 2012 برنامج كبير المان هيجوا مصر، وبعد كده المصريين هيروحوا المانيا، والبروجرام ده يعني حريت ان انا اخش فيه ومش عارف ايه. دخلت الانترفيو، اترفضت الانترفيو، وقبلوني ان انا اطوع معاهم بس جوه. اوكي ماشي. طوعت بالظبط، وطوعت فعلا معاهم جوه. وجم بقى عشان يسافروا، كان في ناس من المصريين ممكن ما يسافروش، في احتماليه، فقالوا ايه ياخدوا ويتنج يعملوا لهم برضو الفيز وبتاع. كلموني قالوا لي محمود احنا بكره هنقدم، فتعالى بكره عشان تقدم معانا. اوكي. وجاتش معايا باسبور، خلاص باسبور اصلا. ايوه. فدي برضو حاجه كانت دايما الاستاذ يقول لي يعني ايه الفرص ما بتستناش حد. لا خليك ريدي. خليك بس هي زي باسبور، يعني انت واحد اصلا بيحب السفر عايز يسافر. كنت سافرت قبل كده وانا بس برضو كان دايما عندي برضو مخيلات ان هو يا عم ده لا هتسوي دي ده مش عارف ايه. كنت برضو عندي فعلا برضو حاجات كده، وما اعرفش يعني. بعد كده طبعا طلعت بعدها على طول والله العظيم الله في مني يوم. والله حقيقي رحت طلعت، قلت لهم انا طلعت نير. احنا بنتعلم بالطريقه. طب قول لي عملت ايه في الصين؟ احنا وصلنا لغايه الصين وانا وقفت. فاتقبلت وطلعت الفيزا، طلعت الفيزا، سافرت حقيقي بقى. بص بقى شخصيتي بتتشكل. انا سني وقتها كنت 25 سنه، واول سفريه في حياتك في الصين وش كده. وبعدين في رمضان في رمضان الناس اصلا قبل ما اسافر طبعا وقتها 2013 ده كانش لسه السوشيال ميديا والجروبات بتاعت السفر والحاجات دي، فانا اصلا ما كانش عندي معلومه. والله مش ضحك ولا حاجه، بس انا بقول لك انا مثلا اتفرجت على محي الشناوي عشان اعرف ازاي يا محي بجد والله. ايوه معلومه بقى ما اعرفش حاجه. ما اعرفش حاجه يعني. واليوتيوب كان موجود كل حاجه، بس ما كانش لسه في تايم البلوجز اللي موجود ده دلوقتي. كل ما اقابل حد بقول له رايح سيني الرياض، الله يكون في عونك وحش جدا. عارف الستيريوتايبس؟ هي دي الستيريوتايبس حقيقي بقى، ان انا مسافر رايح الصين بستيريوتايب ان الاكل هناك سيء وانا رايح في رمضان. فانا اصلا هاكل وجبه واحده في اليوم. رحت الصين في رمضان بخلفيه ان الاكل وحش. اول 3 ايام او 4 ايام انا المفروض هروح اخد تريننج بس هناك، والتريننج ده هاخده لوحدي يعني. ما كانش لسه هقابل المستوعبين التانيين ان هم هيجوا متاخر ومش عارف ايه. فرحت انا حقيقي مش قادر اشم، يعني مش قادر اخش المطعم من ريحه الاكل. ريحه الاكل مش وحش، بس في حاجه في دماغي قالوا لي انه هيبقى وحش، بس خلاص هصدقهم. فضل في بالي والله العظيم. كنت بروح واجيب شيبسي وبيبسي وعيش، هو ده حرام. والبيبسي بعد وانا صايم عشان يخليني اقفل بطني يعني ما احسش فضلت كده يومين لحد تاني يوم رحت جبت بقى الاندومي والحاجات دي، بقيت اكل شويه منها. تالت يوم بدات اخش المطعم بقى، خلاص عديت من حالتي دخلت بس المطعم، جبت الاكل بتاعه حطيته قدامي كده. عارف الرز اللي هو الصيني ده، الرز اللي هو بيبقى ما فيهوش ملح ولا سمنه ولا اي حاجه، فكنت حاطط له شوربه الاندومي عشان تعمل له طعم كده وبتاع. رابع يوم رحت لقيت المتطوعين كلهم بقى موجودين، وصاحبي المصري بقى اللي كان معايا
لقيتهم كلهم لا انا رحت والله على وقت الاكل دخلت لقيتهم بياكلوا عادي عادي يعني مفيش حاجه. حسيت ان انا ايه ده انا قلت خالص يعني. فدخلت حتى رحت لاحمد قلت له احمد انت ازاي بتاكل الاكل ده؟ قال بقول لك ايه احنا جايين نعيش تجربه هنا، احنا جايين عشان نندمج ومش هنصرف، احنا جايين برضه نوفر فلازم تاكل انت غير كده. برافو عليك، عجب يعني. حقيقي هو احمد ده دايما اقول ان هو بجد من الناس ملهمين في حياتي، بحبه جدا جدا، هو شخص ما شاء الله عليه يعني. وفعلا بقى عارف في لحظه كده هو ما بقاش في كده ما فيش في السبيطار، ما بقاش في اي حاجه. دخلت بقى على الموضوع خلاص بقى، دخلت على الاكل. التجربه بقى احنا متطوعين من 15 بلد، 100 متطوع من الصين ومن بره، وبندرس في 700 طالب، مدرسه كبيره جدا وكم مقول. الليدر بتاعت الكامب من اكتر الناس اللي انا مركز معاه. انا بقى انا اتطوعت في مصر سنين ورحت كامبات واشتغلت وعارف قد ايه مسؤوليه، والدوشه بتاعت ان انت تبقى مسؤول عن الناس زي دي هي حقيقي في منتهى النظام. اللي بتدير كامب فيه ما يقرب من 800-900 واحد، كل حاجه ماشيه ساعه، كل حاجه ماشيه جميله، كل حاجه ماشيه بسلاسه، السكادول محطوط الناس ماشيه عليه، الطلبه. وبعدين الكامب مش هو الكامب بيحصل ايه بقى تفاصيل. احنا كل واحد مسؤول في كلاس، انت مسؤول عن ده الفصل بتاعك. الفصل ده فيه مثلا حوالي 20 طالب، دول بتوعك انت مسؤول عنه. بتعمل له بيديك 3 حصص الصبح، 3 حصص دول انت بتاخد حصتين، والحصه الثالثه دي بيحصل شيفت. اوكي انت تروح فصل واحد من المتطوعين التانيين، واحد من المتطوعين يجي مكانك. ليه؟ عشان الطلبه ياخدوا تجربه اكتر. يعني مبقاش مصري بس، كغبية الجمال. وبرده سلاسه الموضوع ده ان انت بتتكلمي عن 100 ايوه شفت بالسهل بالظبط. معاكي اسيستنت صيني عشان بس ان كيس الاطفال ما فهموش حاجه قوي، هو بيتكلم انجلش وصيني فممكن يساعدك ان هو بس يوصل. وبرده بيساعدك في ان انت يعني كميشنز وكحاجات هو بيسبورت معاك يعني فيه. وبيبقى برضه تجربه يعني، هو حد بيبقى شاطر جدا يعني ان هو السنين وخلاص فاهمين بعض يعني. بعد كده بقى ناخد راحه، نتغدى وناخد راحه 4 ساعات، ونرجع الساعه 4. بقى عندنا حاجتين، عندنا حاجه اسمها جونيور كلاس. انت تقعد الطلبه بتوعك مع الاسيستنت كلهم وتاخد 3-4. انت المفروض تقسم على حسب الايام، انت كل يوم تاخد 3-4. اوكي تاخد 3-4 دول بقى تعملوهم كده عارفه سبورت بقى، ان المنتورشيب. انت بقى بتقول لهم ازاي تسمع منهم هم بيفكروا في ايه، مستقبلهم في حياتهم عايزين يبقوا ايه، يعملوا ايه، وتبدا تقول لهم ازاي تعملوا ده. لان انت في الاخر اكيد في فرق سن كبير ما بينك وبين تقدر بيه تقول لهم نصايح. بس ده مش انجلش بس بقى، ده الموضوع اكبر من انجلش. هو الهدف ان انت تخليهم يبراكتس انجلش، وده الهدف. بس في نفس الوقت هم شكل كان تبع اليونسكو هي اللي منظماه، وحاجه كانت يعني لا يعني مهوله. برضه انا اللي كنت دافع التيكت والفيزا، وهم هناك متحملين كل حاجه، اقامه واكل وتنقلات. الاجمل بقى من كل يعني خلصنا بقى التوتوريال كلاس. بعد كده عندنا بقى اكتيفيتي مدرسه كلها 700 واحد، ننزل في الحوش تحت بقى ونشتغل مع بعض كلنا كمتطوعين مع الاطفال. كانت بتبقى ممكن نلعب بقى اللعب، ممكن بس بحاجات فيها يعني هدف حاجه يعني. نخلص بقى ونتعشى ونطلع كل المتطوعين بقى مع بعضينا كده، نقعد بره. عارفه الستريت فود بقى بتاع الصين؟ احنا قاعدين في قريه اصلا، اكيد مش في العاصمه بقى ولا الكلام ده. او نروح بقى ونخلص وبعد كده نروح. فالقعده اللي بره دي بقى بالليل، انا سافرت 15 دوله وانا قاعد. البنت من فيتنام بتحكي لنا عن تجربتها، والولد المكسيكي والولد الهندي، وحاجه بقى في منتهى الجمال والروعه. تجربه فعلا. والولد كان معانا ولد هندي، هو اصلا عاشق للرقص طبعا، الرقص الهندي يعني. فعلمنا رقصات قد كده بقى وعملنا في الاوبننج. اصلا المفروض الاطفال هم اللي بيعملوا بيرفورمانس، احنا عملنا بيرفورمانس معاهم، حاجه مش ممكن. وكانت رقصه هنديه جميله لحد النهارده متذكرها تمام يعني، كانت جميله يعني. بدات احس ان انا دماغي بتتشقق. احنا هنا بنبدا التعايش اوبن مايند، ده انا رجعت لا هو ده الاختبار الحقيقي. انت قاعد مع ناس. طبعا في الاول برضو كنت كاشش شويه، ما كنتش قادر ابولد بسرعه كده. حتى كان كتير يقولوا في محمود في اوضه، عايز مش عارف لسه مش عارف اخش بسرعه كده، لان برضو عارفه والناس هم اصلا. انا رحت كمان متاخر عليهم 4-5 ايام، لان كنت بقى في التريننج الاول بعدين رحت لهم. فلما رحت لهم كانوا خلاص عرفوا بعض قوي، فانا لسه عملوا الايس بريكنج وانت جاي لسه في التالت بقى لسه بيحاولوا يتعرفوا عليا. فكنت بقعد كتير في اوضتي، ان هم في حاجه ثانيه بتتعمل. صندوق اصلا قاعدين بيعملوا حاجات تانية وقاعدين بيهزروا ويضحكوا. انا خلصنا اليوم بقى، انا بقى واخد الموضوع ايه، انا رايح ميشن. انا خلصت المهم هرجع بالظبط. فكانت التجربه بدات
تتشكل بقى في دماغي بقى، احس انا مبهور بشكل يعني ايه، مش عارف انبطل انبهار انا قاعد. والصين كمان كبلد هي ثقافه ولينا واكل ويعني كل حاجه فيها مختلفة، كوكب لوحده. يعني، واللبس والستايل. كنا بقى احنا قاعدين في قريه، فكنا نروح السوبر ماركت مثلا، عارفه كأن نجوم هوليوود ماشيين في الصيف. انتوا بقى الناس بقى مش اجانب في القريه، عارفه كده، انت في الاماكن السياحيه مش هتحس بده، عايزين بيشوفوا اجانب على طول، دول ما بيشوفوش اجانب خالص اصلا، وشكلكم غيرهم ويتصوروا معانا بقى يكسبوا الحركات بتاعتهم دي. وبعدين كان معاه ولد سنغالي اسمه مودو ده ما شاء الله مترين، يا لهوي مودو ده كنا بنخلصه من ايدين جانيفر ويتصوروا معاه ومش عارف ايه. كانت حاجه وتبص ده يعني هو اسمر وطويل، فيعني ما فيش بعد كده بقى حاجه غريبه جدا. فاشا او فاهم طول الله اكبر يعني، لا مش ممكن يعني. تجربه يعني خليتك تروح في حته ثانيه. يعني بصي، رجعت مصر خلصت ورحت بقى يعني خلصت الكامب ورحت الاسواق وشفت البضاعه مش عارف ايه. يعني عملت الميشن برضه، عملت الاثنين. افتكرتك نسيت بقى خلاص. عملت حاجتين ورجعت. كانت ساعتها 2013 في احداث كتير في البلد مش عارف ايه، كنت خايف ان انا اخش في حاجه بيزنس قوي واجيب بضاعه ومش عارف ايه وما تظبطش معايا الدنيا. بس الموضوع التاني بقى بياكل دماغي والله العظيم. نايم صاحي قاعد معانا، طبعا كل بقى اصحابي بييجوا يقعدوا معايا، قاعد احكي لهم حواديت بقى، وانا بقى بحكي لهم بقى، عارفه السنه في البيت فين انا شفت مبسوط جدا. ده شهر ده كتير. شهر مره ياكل 3 سنين كده، اول مره اسافر حياتي، اول مره اسافر تطوع، تعمل حاجه. فهو ايه يعني، اكتر حاجه كانت مسيطره انا عايز اخد الناس، عايز خلني. احنا كنا اول 2 مصريين نروحوا الكامب بيتعمل من 2007 وعايز اقول لك الحقيقه الحمد لله احنا كنا سايبين بصمه كويسه قوي، لان كنت انا واحمد كبار، احنا كل قد بعض في 25 سنه، اغلب الناس كانت اصغر مننا شويه، واحنا الاثنين عندنا اكسبيرينس تطوع، احنا كنا متطوعين سوا في اورجانيزيشن هنا في مصر، وكنا متطوعين سوا كتير، فاحنا كان عندنا خبرات لدرجه ان كانت ليدر الكامب احيانا كتير بتيجي يعني تقول لنا انا هعمل كذا، ونقعد نقول لها تعمل ايه. حتى انا فاكر في الاوبننج والله كانت وهم بيقروا هي بتقرا وتقول، ومعانا ناس هنا ليدرز في الاورجانيزيشنز بتاعتهم ورؤساء مجالس. انا كنت رئيس مجلس اداره في الجمعيه، واحمد كان نائب معايا، فكنا يعني، فلما اسمع احمد كان بقى يغمزني كده يقول احنا الفراعنه المصريون. كانت تجربه عظيمه، خلتني عايز اعمل حاجه، عايز ادي فرصه للناس هنا تسافر. صح، عايز نشوف اللي انت شفته. لان ازاي ده عالم احنا ازاي تايهين عنه كده يعني. اليونسكو اصلا بتنزل جدول ببرامج في كل بلاد الدنيا يعني في كل سنه في الصيف. بحكي لحد ما وليد صاحبي اصحاب قوي بيبالغ معاه كتير، قال لي طب ما تيجي نبعت لهم. وليد بقى براكتيكال جدا، انا بقى ايه افكار، ووليد بقى يلا حاله بنفسيه باشا بتيجي نبعت للسنين نقول لهم احنا عايزين نبعت لكم مصريين. يلا تمام، بعتنا. قالوا تمام عايزين، قلت لهم ممكن نجيب لكم 10 مصريين. قالوا لي تمام، وما سالونيش تحكمهم ازاي ولا انت مين ولا هتعمل، لان انا هم كانوا متطوعين يعني سافرت معاهم قبل كده فخلاص. طب انت بعت للسنيين دايركت يلا احنا هنجيب لكم السنه الجايه 10 مصريين. تمام يلا نعمل حاجات بقى. انا بقى عندي هنلم 10 سنين كده في سؤال. يلا بقى ايه، عندنا احمد كان عنده صفحه اسمها بلاد بره، قلت له احمد عايزين ننزل فيها بوست نقول ان احنا واحد صاحبنا اسمه ابراهيم، انا فاكر الاسامي كويس الناس دي يعني عمري ما هنساها، ابراهيم عرابي، عايزين نعمل ديزاين يا ابراهيم عشان الديزاين كده صوره تطوع في الصين. تعالى تطوع في الصين. عملنا الديزاين، عملنا الديسكريبشن، نزلنا على الصفحه كان فيها 3000 واحد. طبعا الرقم وقتها كان قليل جدا، قدم 300 واحد وين ال 3000 يا نهار ابيض. احنا بقى نشرناه بقى في الجروبات ومش عارف ايه، وعملنا الليله دي في 300 واحد مقدم. احنا بقى ايه، طب انتوا كانت ايه خطتكم؟ يعني تبعتوهم عشان ايه، ده بيزنس ولا ده رزقه ولا ده ايه؟ عايزين ندي الناس فرصه ان هم يسافروا بس حاجه دي، ده الهدف، بس هي حاجه مش عايزين حاجه حقيقي يعني. ومبسوطين بده يعني. فطب ده احنا كده محتاجين نعمل HR، يعني عايزين نعمل انترفيو عشان نشوف بقى مين هينفع مين مش هينفع. تبقى اشرف وسمر ومنى وابراهيم وكلهم دول اصلا هم ليهم في هم مش نفس الحاجات زي كده بالظبط. هم برضو كانوا متطوعين معايا، انا عايز متطوع اصلا بقى، انا كان عندي يعني ناس تعرف نتورك كبيره. جبناهم، عملنا الفلتريشن، اخترنا 10 واخترنا 6 كمان باك اب عشان يخسر حاجه مع كل حاجه، وسافر ال10. ومن هنا بقى قبل ما ال10 يسافروا انا كانت خلاص فكره هاف دريم بدات تيجي في دماغي. انا فعلا كده كتير بالظبط، ممكن نسافر ناس متطوعين في كل الحتت كتير، يلا نعمل كده بقى، ولما الناس تسافر نرجع نختار منهم ناس ونشوف هنعمل ايه. بس
بدأنا بقى يعني حتى كنا عايزين نسميها اي هاف ا دريم. بقى عملنا سيرش كده لقينا اورجانيزيشن في امريكا اسمها اي هاف ا دريم. قلنا لا احنا عشان ما نبقاش بعد كده عندنا مشكله أيوة. حاجه خليها هاف ا دريم، ويبقى حتى الاسم اصغر وابسط وواصل للفكره. وهو الموضوع كله عشان انا شخصيا يعني انا احلامي واهدافي كلها كل حاجه في حياتي اتغيرت بعد السفريه. طموحاتي انا عناية وسعت. عارف كده انت في الاخر كنت عايش في حته سقفها صغير وبعدين فتحت السقف خلاص افكارك وطموحاتك. انا في تغير كبير حصل لي في افكاري ومعتقداتي. حتى اصحابي بيقولوا لي يعني كده واضح يعني في حاجات كتير مختلفه فيك يعني وعايز بقى ابقى بعمل حاجه مفيده يعني. وركز قوي ان احنا يعني ازاي ندي فرص للناس بقى ان هم يسافروا يتطوعوا. وكان عندي حلم من اول يوم نفسي احققه لسه حتى الان طبعا مش قادر، ان احنا نسافر في السنه 1000 2000 3000 واحد من غير ما يدفعوا فلوس. وده تشالنج كبير طبعا، صعب قوي انك تسفر الناس تماما مجانا وين كان فيه، بس الاوبورتيونيتيز على دولة. اكيد. بس انت اصلا لما بدات وجالك اول اوبورتيونيتي ما فكرتش في ان انت محتاج مثلا تدفع تذكره او تدفع طياره او تدفع فيزا؟ لان في ناس بتتوقع ان السفر التطوعي ده ان انا هروح بشنطه هدوم، هياخدوني بشنطه هدومي. فانت ايه رايك في الفكره دي؟ هو انفستمنت، هو استثمار. انت بص اقول لك على حاجه عشان ابقى امين برضو معاك. انا كانت تجربتي مختلفه. انا مسافر انا كده كنت هسافر ليه؟ انا عندي موضوع تاني، انا اروح اجيب بضاعه ومش عارف ايه، فقشطه الشركه هنظبط الدنيا وهنطلع منها فلوس. بس والله انا هقول لك، وانا فاكرك انا كنت بقول الكلام ده وانا هناك. انا لو رجع بيا، انا كنت 25 سنه، كنت بقول انا لو يرجع بيا الزمن بس لاولى جامعه كنت احوش طول السنه عشان اطلع برنامج زي ده في الصيف. لان انا لو كنت بدات الحاجات دي بدري كانت فرقت معايا كتير جدا جدا. وقتها ما كنتش اعرف يعني فكره، ما حدش عارف يعني الحاجات دي كلها بتعرفها بالصدفه. تقدر تحوش. يعني انا لو حوشت في السنه مثلا 1000 جنيه، عارفه انا دفعت كام ساعتها؟ انا سافرت السفريه كلها كام؟ ب 4500 جنيه. سنه كام؟ 2013 طبعا. يوم بقى ما كده دلوقتي ما مش طلعش ب 5 جنيه ولا حاجه. كانت كل حاجه لسه حتى الين سوري العمله كمان في الصين كانت اقل من كده. طبعا. بس انا قصدي الفكره نفسها ان ده انفستمنت. يعني انت بتستثمر في نفسك، فما تجيش تبص لحاجات صغيره. يعني كده لازم تعمل حاجه من ناحيتك عشان تستثمر. هو الاستثمار يعني بحط حاجه واخد حاجه، مش باخد بس فلوس. بالظبط. وهو زي ما اقول لك، لو يعني انا دفعت فلوس وكنت ساعتها على فكره وقتها برضو 4500 جنيه دي، انا والله انا فاكر كويس لما رجعت اصلا وانا بحط الباسبور في الدولاب كنت بقى انا احساسي ان انا بودعه، لان انا مش هقدر على ان انا افورد ارقام زي دي تاني مش هقدر يعني مش هقدر اعمل كده على طول. كنت خايف يعني، بس كنت برضو ماليني حماس ان انا نفسي ده بس. طب انت كده بدات تحط فكره هاف دريم. طب انت عندك كونتاكت في الصين بعدين؟ يعني النهارده هاف دريم عندها كونتاكتس في كام بلد مثلا؟ احنا النهارده موجودين في 46 دوله. منين بقى ال 45 التانيين؟ هي بقى بصي عارفه هو اثر الفراشه بتاع ايه. انت بس بتبدا وعندك حماس. طبعا احنا رجعنا من الصين المره الثانيه 2014. انت رحت معاهم؟ رحت معاهم تاني لان كمان برضه انا كنت حاسس ان انا كنت مسؤول عنهم يعني لحد ما، وعايز ابقى موجود. كان في بقى كذا حد من السفريه انا عيني عليهم، دول هيبقوا معانا في التيم نشتغل سوا بقى. وبدانا ان احنا لما رجعنا نعمل ميتنجز واتفاقات. وانا هناك اصلا كمان في المره الثانيه دي قابلت مسؤول اليونسكو بتاع ماليزيا هناك. اوكي. هو بص كده بيقول لي هو ليه في مصريين كتير؟ سؤال مهم. فبقول له دول جايين معانا، احنا عملنا كذا 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 وش حكيت له الموضوع. الله العظيم يا مروان. بس هيك قال لي عندك الكلام ده كان في شهر 7، عندك استعداد شهر 10 اللي جاي، شهر 11 اللي جاي تجيب نفس العدد ده في ماليزيا ونعمل كامب هناك. يلا بينا ماليزيا بقى. طيب ماليزيا دي بقى حلم الشباب. محمد بقى ايه ده ماليزيا، يلا بينا. تك 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 يلا اتعملت في بالنا ماليزيا. ده يعني نمره 2 جت من نمره 1 على طول. حلو قوي. وانا بقى والناس اللي اصحابنا بقى المتطوعين اللي انا قابلتهم هناك بداوا هم يشيروا معايا، محمود في بروجرام في اندونيسيا اهو تواصل مع محمود في مش عارف. بداوا هم يساعدونا، وبدات الناس عارفه كده بقى في حاله في حب. الناس حابه هاف دريم كفكره وحابه تساعد. فبقى عملنا كنا عندنا تيم من المتطوعين في 40 واحد هنا في مصر. 40 واحد بقى ايه مش بيدوروا بقى ويبعتوا يبعتوا كده وحاجه. بقينا بنروح كل حته نقول احنا هاف دريم مش عارف ايه والتطوع. بدانا يجي لنا برامج في افريقيا. يلا بعد ماليزيا واندونيسيا جبنا غانا يا
هنروح غانا بقى، افريقيا. طبعا برضو ستيريوتايبس كتير. انا والدي كان ضابط في الجيش وراح السودان والصومال، يعني ايام برجع بقصه حزينه جدا. ايام الثمانينات بقى وحروب اهليه. فيعني بصي انا لما قلت ابويا اصلا رايح غانا، يا ابني بلاش الحاجات دي، انت بتشتغل ايه اصلا؟ ده بقى كان برضه موضوع تاني بقى، انت بتشتغل ايه اصلا؟ ده فضلت ايه في سنين يعني. طب اقول لاصحابي انت بتشتغل ايه؟ والدي دايما يقول لي كده. لا يا غانا كمان الفكره ان انت يعني لما سافرت غانا اول ما نزلت اتخضيت جدا من ان هم شكلهم كده ومتطورين كده والعمله غاليه كده، يعني بتجيلك صدمه كده. بلد اصلا قويه جدا، اقتصاد قوي كمان يعني، فيها جاليات كتيره، يعني الناس بتجيلها من كل حته تعيش فيه. لا بقى غانا جميله يعني. هي برضو قعدت شهرين. بصي بقى بدات تجارب التطوع، بقيت يعني انا بقيت فيها فادرين خلاص تمام، فيها فادرين. بس في تجارب شخصيه بقى بتحصل معايا انا في التطوع اللي انا بسافره، حاجات كده اللي هو ايه ده. انا في حلم غانا، انا اروح اقعد في غانا قريه تبعد عن العاصمه 4-5 ساعات، هقعد شهر في المكان في الاوضه فيها 3 حاجات، فيها لمبه وسرير وحمام، شو وبس بقى مش حاجه تاني. شنطتك دولابك، السرير اصلا على الارض، هي مراتب، الحمام ما كانش فيه ستاره، ما كانش فيه باب، فاحنا اخدنا الملايه عملناها ستاره عشان نقعد مع بعض، احنا 3-4 اولاد يعني. كهرباء بتيجي 24 ساعه وتقطع 12 ساعه، الله. تقطع 24 وهكذا، بس منتظمه، فانت عارف هي هتقطع امتى. فاحنا بقى كنا متطوعين 10 مع بعضينا، معانا كان اسبان وكان معانا انجليز وكندي وفرنسي ايه. فاجمل وقت لما كانت الكهرباء بتقطع، اجمل وقت تهيز بقى، قاعدين بقى مع بعض، مفيش بقى موبايل، مفيش حاجه، مع بعضينا في منتهى تجربه برضو، في منتهى الجمال. والاطفال في افريقيا، احنا قاعدين في قريه والله يا مروه، الطفل لو صورته ووريته صورته على الموبايل انبهار. ده انا انبهار، فرحان فرح. الجو سعاده. وكان الاطفال هناك بقى دايما يقولوا يجروا ورانا كده، يا ابو يا ابو اللي هو اي حد بشرته مختلفه عنهم يلمسوه ومستغربين ويجروا علينا. وغانا من البلاد الكالرفول جدا، هم بيلبسوا بقى اللبس كله الوان ده. ويوم الحد ده كرنفال، الكنيسه يصلوا وبعد ما يخلصوا صلاه رقص، بس رقصة الشوارع وفي كل حته. فانت عندك بارتي في كل مكان، انت بس تتمشى ايوه مش هتلاقي بارتيز بالهبل. كانت التجربه فيها برضو جزء صعب، الاكل تشالنج. احنا ما بناكلش لحمه، تاكل لحمه قليل قوي، ده تطوع. فانت الاورجانيزيشن يعني غلبانه على قدهم يعني وبتاع، بيحاولوا يساعدوه بتاع. ناكل بطاطس كتير، ناكل مكرونه كتير، والموز بتاعه البلانتين ده ادي في البلانتين. هي بتاع بالظبط. هي في السبته دي ايوه هي مشهوره في افريقيا لو كل البلاد عندها، بس كل بلد مسميها باسم. ايوه ادي بقى سبزه كتير واكل كتير. وحتى اللي كنا بقى نيجي في الويك اند، احنا بقى عايزين نعيش بقى عادي، انت ليك في الويك اند انت حر. كنا نروح العاصمه بقى هناكل بيتزا في اكل. ايوه في بيتزا واكل. في واحد ماكدونالدز باين ولا كان في واحد كي اف سي انا فاكر. كانت تجربه انا ببقى حاسس بكل حاجه فيها، لان انت عايش تشالنجز ويجي ايام بقى الميه تقطع. انا انت بتعد النعم بس طول ما انت قاعد. حقيقي حاجات كده انت واخدها باي ديفولت، بس هي ليها قيمه انت بس مش حاسس بيها. وعشنا تجارب بقى، حاجات غريبه بقى. حاله وفاه في القريه، حد مات، احنا مش عارفين ان في حد مات، احنا سامعين ناس بره كان في العيد في مولد، هم بيغنوا ويرقصوا احنا وراء شرب وفي واحد مات، درجه واحد مات. انا فاكره حضرت هناك عزا كانوا كلهم لابسين احمر في اسود، صح كده؟ ستات بتلبس نص احمر، تلبس بلوزه حمراء وغنى بطل غنى. حضرت عزا ورقص رقص 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 وموسيقى. لو انتوا متاكدين في حد مات؟ يا جماعه ده بنحتفلوا بان هو كده روحه صعدت الى الجنه، كونسبت مختلف تماما جدا جدا. يعني. احنا مستعدين، كنا عرفنا ان يعني لو عرفت ان في حاله وفاه في القريه، ده الدنيا هقعد حاسب شويه بقى. الدنيا حاجه ايه ده. السحر، انا اللي كان مسؤول عن الكامب من غانا هو مؤمن بالموضوع تماما بقى. كلهم بداع يعني ايه، هو تعب شويه فراح رحنا الراجل، بقول له انت رايح لمين؟ قال لي ده الطبيب بتاع القريه يعني. تمام. فرحنا قعدنا معاه في الجنينه كده، وبعدين الراجل قام لم شويه حشائش كده من الارض وقال عليه حاجه كده، وبعدين اداها له. فبقول له ايه بقى؟ قال لي ده الدواء. هو طب محمود انت كلمتنا عن تجارب اللي فيها تعليم، يعني بنتطوع عشان نعلم. هل في حاجات تانية عندكم ولا كلهم تدريس؟ في حاجات كتير يعني. بصي في تطوع في الزراعه، في تطوع ده عندنا في تايلاند وعندنا في كينيا. في تطوع بيبقى مع الانيمال كير، يعني بيروحوا مثلا محميه طبيعيه بيعلموهم ازاي يتعاملوا مع الحيوانات بشكل معين. لو في حد مثلا بيعملوا زي دوريات كده
لو مثلا احنا مره كنا ماشيين في التطاوع في كينيا ولقينا زرافه واقعه، زرافه يا حرام. واقعه، والزرافه التانيه يعني اختها بقى ولا ابوها ما تعرفيش سلسله القرابه ايه، هي قريبه فخايفه. هي طبعا لما احنا قربنا هي مشيت، فبدانا نشوف الزرافه دي افتكرناها ماتت، فضلنا نعمل وبعدين بعتنا الاداره مش عارف ايه، وبعدين جه حد اداها حقنه كده معينه، بعدين احنا مشينا بقى مش عارفين ايه اللي حصل. تاني يوم قالوا لنا الحمد لله ان هي بقت كويسه وقامت مش عارف ايه. فالموضوع ده جميل قوي في كينيا، هي موضوع عظيم. في بقى طبعا بيبقى ديفرنت حاجات، يعني مثلا حاجات مختلفه زي مثلا في زنزبار بيبقى جزء تدريس وجزء بنبني فصول وجزء بنحفر ابار وجزء بنتعامل مع كبار السن، نعلم الشباب هناك حاجه، بنلعب معاهم كره قدم، بيبقى فيه كذا كده ايه حاجه واكستريمز مختلفه. في حلوه في نفس ده بروجرام على بعضه، يعني هي بيخش يعمل كله. مظبوط. حلوه قوي. مظبوط. طيب وفي حاجات تانية يعني؟ في يعني كان عندنا تجربه حقيقه انا عمري ما هنساها، تجربه من التجارب اللي انا استمتعت بيها قوي. احنا كان عندنا بروجرام طبعا ما كانش في بروجرام، يعني احنا كان في انفجار بيروت اللي حصل في اغسطس 2020 وقت الكورونا. انا اصلا كانت ساعتها كانت السفر مقفول بقاله 5 شهور، وقالوا ان لبنان فتحت. لبنان فتحت، انا كنت حاجز طيران وكنت هروح لبنان انا واصحابي. قبلها كنت حاجز، انا كنت والله يعني يوم الانفجار ده انا كنت المفروض البلان ده ان احنا بنتفسح في بيروت. يا ستي يا رب. لغيت التذكره قبلها ب3 ايام عشان قالوا ان في لوك داون وهيقفلوا يعني اماكن والمطاعم والحاجات، فكنت قلت خلاص يعني هروح لبنان هقعد في البيت كاني قاعد في مصر، بلاش يعني. حصل الانفجار من هنا، وانا بقى إيه حسيت ان انا عايز اروح. انا ليا اصحاب كتير قوي هناك حقيقي، وبشوف قد ايه ناس بتتطوع وناس بتروح، وشايف في حركه من الاوروبيين، ناس بتشتغل بتعمل حاجه هناك بتساعد. عايز اعمل حاجه يعني، عايز اروح. فاكر كويس قوي كتبت بوست على الفيسبوك كنت بقول فيه لو جات لك فرصه تسافر لبنان كتطوع على حسابك تعمل كده ولا لا. نص الكومنتات كانت كويس، ونص الكومنتات كانت سامه. وانا مش من طبيعتي ان انا دايما اقول قبل ما اعمل حاجه، بس كنت بقول من باب ان انا اشوف اصلا رد فعل الناس ايه. اللي يقول لك هتروح ايه، هتروح تشم النيتروجين مكانهم؟ لا هم مش محتاجين تطوعك بالاخر يعني، ابعت لهم فلوس، مش لازم تروح يعني الجو ده. الناس كان في كومنتات حقيقي ومن ناس قريبه جدا مني، الناس انا عارفها كويس، واتضايقت استغربت ان هم وبرده كانت في ناس بتلمح كده بشكل ما، اللي هو مش عشان انتوا هاف دريم وبتوع تطوع فعايز تودي الناس بقى تطوع وتركب الترند وتاخد الترند. عارف عملت ايه؟ قفلت، و3 ايام حجزت خلاص التيكت وقفلت. ما قلتش. اول مره في حياتي انا عمري ما اسافر ما اقولش، بحب اقول وبعرف عشان لو هقابل الناس. ما قلتش انا لان برضو كان في كلام على ان الدنيا مش امان هناك، وانا برضو كنت استعرض تحدد حاجه بالظبط. كنت بدات اخاف. رحت لبنان اول 3 ايام، انا عارفه برضو من كتر الخوف والكلام اللي بتسمعيه في الميديا، انا كنت اخبي الفلوس بتاعتي في الشراب، الدولارات اللي معايا اخبيها في الشراب يعني. رحت 3 ايام من انا بروح قاعد عند واحد صاحبي من الساعه 8 الصبح كل يوم، بننزل على بيروت عشان طبعا كم الدمار لا تتخيلي يعني بيوت بقالها عدى اسبوع وما اتنضفتش، حتى الناس كانت في المستشفى اصلا. فبنروح الحمد لله على السلامه، محتاجين اي مساعده ندخل بقى نقعد في البيت الواحد مش اقل من 3-4 ساعات بس عشان نشيل الحاجات اللي اتكسرت من الانفجار. 3 ايام كده. بعد 3 ايام انا بقول هو ازاي الناس بتقول ان في الدنيا مش امان هنا؟ الدنيا انا بتحصل قوي يعني. بالعكس انا شايف الاف المتطوعين وناس من اوروبا وناس من جايين يساعدوا. فخلاص بقى يعني قلت لا انا هقول يعني. انا قمت داخل كتبت على الفيسبوك ان انا في لبنان وبقى لي 3 ايام هنا ومتطوع، والبيوت بنعمل فيها كذا ومش عارف نساعد كذا. عارفه بقى اللي هي التيرنينج بوينت. دي حاجه كم من البشر بيبعتوا لي. انا حقيقي طلبت من الناس تخش تساعدني ان انا ارد على الناس، مش قادر. الاعداد كبيره جدا جدا. ما فاهموا ايه اللي بيحصل، واحد بيكلموا من هناك جروبات وفي خطه، في حاجه بتحصل، ما بقاش كلام في الهوا يعني. تقدر تساعد فعلا، الناس محتاجه مساعدتك. طبعا حقيقي الدعم النفسي اصلا كان في جزء دعم نفسي اصلا الناس تساعد بيه، لان الناس عندها تروما من الانفجار اصلا. طبعا الناس بيجي لها كوابيس بالليل بسببه يعني. بيوت قدامها وقعت وفي ناس ماتت لا كارثه صعبه جدا يعني، كارثه كبيره. واحده هو انفجار اصلا يصنف ان هو تاني اكبر انفجار في العالم بعد هيروشيما وناجازاكي. انت بتتكلمي في حاجه كبيره جدا يعني. وتلفزيون بقى ومحمود سعد ورامي، طلعت مع بحب محمود سعد جدا يعني، فطلعت بقى مع محمود سعد ورامي رضوان وكذا قناه تانية يعني. ناس يهتموا بالانيشيتيف ده جامد. خلاص بقى ناس هتيجي في 50 واحد بيكون بعدها 50 مصري، مش مره واحده يعني، جم على فترات
راحوا طوعوا في لبنان وساعدوا. ودي كانت حاله من الحالات اللي خلتني اشوف والله في ناس يعني معلش يعني هو البرنامج كان تكلفته حوالي 10000 جنيه ماشي. كان في ناس حقيقي ممكن يكون ده اللي معاه من 10000 جنيه دي يعني. بس هو عايز يروح يساعد، طيب عايز يعمل حاجه، والشعب اللبناني كان بيتقبلنا بشكل جميل يعني، وبيحب المصريين جدا جدا، كانوا يعني مبسوطين باللي احنا بنعمله. طبعا انا يعني دي ممكن اختم بيها يعني. ابرز حاجه كنا انا دايما بخش البيوت لابس كمامه، فمحدش بيعرف قوي انت مصري اصلا لحد ما مثلا ما افتح بوقي اقول لحد ما معلش ممكن تناولني الجردل ده. طبعا ناولني الجردل ده مش مصري خلاص. فاصحاب البيوت كده يقول لي هو انت منين؟ اقول له من مصر. بتعمل ايه هنا؟ بقول له بساعد. دموع بقى. يا نهار ابيض. وفي ناس كتير مش متخيلين او مش مصدقين ان ممكن حد فعلا يعمل كده، طيب لان احنا الحاجات دي اتقتلت فينا للاسف، رغم ان الحاجات دي نورمال جدا للاسف. لما بيشوفوا امريكاني ولا بيشوفوا فرنسي او بيشوفوا اوروبيين بالنسبه له ده عادي، ايوه لكن هو يشوف عربي يعمل ده فدي حاجه. وحقيقي من التجارب اللي انا طلعت منها شايف قد ايه ان دور التطوع حتى ولو صغير ممكن يفرق مع الناس حقيقي كانت نفسيتها بتتغير كتير. لما في يوم اخر يوم ده قررنا ان احنا هنروح البيوت نغني مع الناس والله، بس ايوه ناخد على مصر وعلى عنوية بس واللبنانيين فرفوشين كنا بقى يعني نخش البيت ونغني اغنيه لبناني واغنيه عربي ومصري قصدي وحاله، والناس كانت بتفرق. بس الموضوع يعني خارجين من البيت احضان وعياط. ايوه لا هي تجربه انسانيه يعني. والتطوع يعني للاسف في ناس كتير مشوهاه في فكره يلا نوفر ونسافر نتفسح ببلاش، بس هو الحقيقه ان هو تجربه انسانيه كبيره قوي تغير في الشخص من جوه مش من بره، يعني جوه قوي قوي قوي. والكسبان في الموضوع هو انت بالظبط، انت كشخص. يعني في كتير برضه ناس بتعتقد ان انا راح اطوع فانا راح اساعدهم. هو صحيح انت راح تساعدهم، بس اللي انت هتاخده هو اكبر بكتير من اللي انت راح تاخده. بالظبط، يعني فعلا انت هتمارس الانسانيه يعني لفتره تتاكد انك انسان يعني. بصراحه يعني كمان معاك والله يا مرحوم يعني حاسه ان انا عايزه اقول طبعا حالك كده. عايز اسالك اهم سؤال دلوقتي، احنا لو عايزين نعرف ايه برامج التطوع اللي عندك، عايزين نعرف لو انت بتنشر في حته كمان برامج التطوع اللي مش عندك، نلاقي الكلام ده فين؟ طيب احنا عندنا البيج بتاعت هاف دريم اللي على الفيسبوك وعلى الانستجرام، وهسيب لك اللينكات. وعندنا في جروب، لا احنا في هاف دريم بناء على البرامج بتاعت هاف دريم، بس لو في برامج بره هاف دريم زي برامج الاتحاد الاوروبي او امريكا او اي حاجه، في جروب اسمه ترافل از ا فولunteer، برضه هديك اللينك بتاعه. ده احنا مجمعين فيه الفولunteers من بلاد مختلفه، واي حد عنده كمان اوبورتيونيتيز تطوعيه حابب يضيفها ويفيد بيها الناس يقدر يخش على الجروب ده. لا ده كوميونتي كامل بقى. بالظبط، في كوميونتي التطوع اسمه ترافل از ا فولunteer. ترافل از فولنتير، ده كله بقى اوبورتيونيتيز في حتت مختلفه، صح كده؟ لا ده خلاص ده بقى صاحبي، ده هو ده. مش عارفه اشكرك ازاي والله يا محمود. انا مش عارف اشكرك ازاي حقيقي، بقى لي كتير ما اتكلمتش كده عن التطوع بساعه الكورونا واحنا مكفوفين قوي يعني. ان شاء الله احنا كمان في هاف دريم عندنا حاجات كتير قوي الفتره الجايه تطوعيه في الاتحاد الاوروبي بالذات. كمان عندنا ميسا ممكن اول بقى ديسكليمر عندنا بروجرام في النمسا هيبقى 10 برامج. 10 برامج دول كل برنامج محتاج عدد من الناس. كل بروجرام مدة مختلفة، في بروجرام شهر وفي اللي 9 شهور وفي اللي 10 شهور، فعندنا حاجات كتير كده ان شاء الله فترة جاية. فتابعوا هاف دريم هتلاقوا ان شاء الله حاجات كويسة. وبرضه هسيب لك حاجات للتطوع عموما زي ورك واي، وبرضه اكيد ناس عارفة ورك بس برضه من باب التأكيد ايوه الناس تبقى عارفة ايه الويب سايتس التانية اللي بتقدم برضه تطوع. وانا زي ما قلت لك برضه مش هدفنا الناس تسافر بس مع هاف دريم، لو عندك فرصة تسافر تطوع وعندك روح واعمل حاجة وارجع في الثقافة نفسها. عشان الناس اللي في ناس كتير قوي بقى تسافر تطوع وما بتحكيش، احكي للناس يعني قول لهم عشان الناس تعرف بس الحاجة دي عاملة عدوى التطور بالظبط، ممكن كلنا نتعلم من بعض. طيب احنا لو حد عنده اسئله وعايز يرجع لك يقدر يرجع لك على الصفحه بتاع هاف دريم؟ لا خليه يرجع لي افضل على الصفحه الشخصيه. برضه عايز يرجع على صفحه هاف دريم بس هم هيردوا في الحاجات اللي ليها علاقه بهاف دريم. فلو عايز حاجه ليها علاقه بالتطوع يعني ممكن يبعت لي افضل على الفيسبوك، هبقى عندي البيج بتاعتي برضه هديها لك. وان شاء الله نرد على كل الاسئله. وبرضه معلش نقول حاجه مهمه، من التطوع مش برضه وسيله للهرب الى اوروبا. في ناس بقى بتاخد الموضوع في بيت الاكستريم يعني. لا هو حاجه عشان تساعدك انك تسافر، فما لو انت عايز روح دور على الحاجات التانية يعني. دي حاجه بس بلاش تسوي دي بالذات دي عشان السفارات برضه بدات تتعامل بحذر دلوقتي، مش عارف يعني. بلاش. دي رساله من منبر ترافل كودز
بس عشان توصل لينا كلنا نخلي التجربه الحلوه تفضل حلوه. وما نروح نسيب كده اثر حلو، يعني زي ما حصل مع محمود. هو اول تجربه له لما ادوا جود امبريشن وهو رجع بقى نفع يودي 10 كمان، انما اللي هيروح يفضحنا مش يعني الموضوع هيقفل. وانت قلتي برضو معلش هقول معلش، ما انت بتقولي حاجات بتفتح في دماغي. الموضوع برضو كله في انت ازاي فعلا بتبريزنت نفسك. لان انت مش بتبريزنت نفسك، هو في الاخر هيقولوا المصري اللي هناك ده وجع لنا دماغ، لا المصري اللي هناك ده جدع. في فرق، والموضوع مهم في ان انت بس تبقى مركز الفلكسبيليتي بتاعتك عامله ازاي. انا فاكر والله في كام رحنا الحمامات ما فيش فواصل ما بينها، هي حمام للولاد بس ما فيش فواصل، الناس بتقعد مع بعضها. ايه يا جماعه ده هو الكالتشر كده هنا. فانا مش اشتكيتش، ما مش هينفع اشتكي، فبقيت اصحى بدري قبل الناس اخش الحمام. انا بتصرف. في ناس عندها ايه ده، لا انا ما اتفقناش، انا فعلا ما كنتش اعرف، انا ما اتفقتش على حاجه قبل ما اروح، وانا كانش بالنسبه له عادي بيزنس از يوجوال، مش محتاج يفهمك يعني. بالظبط. وانا بالنسبه لي انا مش عايز اعرف، انا عايز اعيش تجربه. فاللي عايز يعيش تجربه ما يقعدش بقى يدق بقى في التفاصيل، بقى يعمل حاجات يخلي ما هو في الاخر برضو طاقه الناس اللي بتشتغل في التطوع بتخلص لما يقعد حد يقعد يساله كتير، او حد يقعد يشتكي كتير على حاجات في ناس تانية متعوده عليها بتعملها. انا اقول لك على حاجه ودي انا لاحظتها كتير، انا اسف انا هقولها. يعني في مثلا لو كان في 10 مصريين رايحين مع بعض ماشي، خدي بقى شكاوي للصبح يقعدوا يشتكوا من المكان ده، اصل مش عاجبني الاوضه، اصل مش عارف ايه. خدي نفس ال10 قعديهم مع 10 اجانب، ما بنسمعش حاجه. ما تسمعيش حاجه. ليه بقى؟ لان هو شايف ان الاجنبي متاقلم، فهو مش عايز يشتكي عشان ما يبقاش مختلف. لكن دي تجربه حقيقيه انا عشت يعني. دي ميزه الدايفرستي، ميزه الاختلاف، ان يبقى في كذا راي قدامك، ما يبقاش بقى في عقل جمعي كله بيشدك في اتجاه واحد. فالناس بتبقى متقبله. فالاولى بقى ان احنا لما نبقى مع بعض برضه نبقى رايحين بالروح دي، ان احنا متقبلين اصلا. وده بيحصل يعني، برضه مش بقول ان كل الحاجات اللي بتبقى لوحدها كده، بس بتحصل لما بنشوفها بنلاحظها قوي لما بيبقى في اجانب او ما فيش اجانب. يعني نقدر نقول ان في حاجه اسمها اداب السفر التطوعي. اول واحد بايظ وشنا ده نمر واحد من فضلك انت سرير لغيرك عشان بس اللي يجي وراك. ما هو انت خلي بالك لما تعمل حاجه وحشه اللي وراك مش يعني هو بعد كده يقول لك بس في اللي مش عايز مصريين. انا فاكر مره رحت في بروجرام مش عايز اقوله يعني، بس هو قال لما رحت قابلت الفاوندر، انا حاولت اوصل للفاوندرز لان كذا مره نبعت لهم مش عايزين يردوا عليه كذا مره، بيقول لك لا انهم بياخدوا طايم كل الدنيا. والله العظيم فين في صدفه كده حد اعرفه قلت له تعرف فلان؟ قال لي ده صاحبي. قلت له طب انا عايز اقعد مع الفاوندر بتاعه. رحت قعدت معاه قال لي احنا ما بناخدش مصريين. ليه بقى؟ قال لي المفروض اخر تجربه كانت سيئه. طب كذا تجربه قال لي بص، وقعد حكى لي وسرد لي واللي عمل واللي سوى واللي قفلت بقك خلاص. انا مش هاخد مصري. قال لي انت جاي بتعرف حد عزيز، بس انا هبقى امين معاك واقول لك ليه انا بسرعه. فانت بتقول ايه؟ لان يعني سافرت وشفت برضه. فيعني زي ما بقول لك هو في قواعد السفر التطوعي: واحد بيض وشنا وبيض وش بلدك وانت مسافر. 2 ما تبقاش شكاك عشان الثقه بتاعت الناس ما تخلص. وفكر بس انت بتبريزنت نفسك والناس، لان انت لو عايز بص سهل جدا ان انت تقفل الباب على اللي وراك، بس في لو انت فعلا عايز تفيد الناس، لا يعني سيب المساحه للي وراك ان هو يدخل هو كده يعرف يروح. فلاش علينا الله يكرمك. دي كبسوله، هذه هي كبسوله السفر التطوعي. شكرا يا محمود جدا جدا، واستمتعت معاك، والناس كلها اكيد خدت معلومات ما كانتش تعرفها قبل كده عن السفر التطوعي، واللي عايز يستزيد تعرفته هنوصل لمحمود فيه. هحط كل اللينكات على الصفحه وعلى الانستجرام عشان اي حد عايز يوصل لهاف دريم هيعرف يوصل لها كويس. شكرا ليك يا مرة. ايوه. لو وصلت للحته دي من البودكاست يبقى الموضوع عجبك. علشان تسمع بقيه الحلقات اللي بتنزل كل اسبوع تعمل سبسكرايب على البودكاست وتعمل لايك للفيسبوك بيج بتاعتنا Travel Codes Podcast.